السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لازم النهارده اتكلم في فيديو مهم جدا لطلاب الثانوية العامة. بص، الفيديو ده ممكن يكون من أهم الفيديوهات اللي ممكن أعملها لطلاب الثانوية العامة، لأن خلاص فاضل على امتحانات الثانوية العامة هو شهر واحد بس. فأنت لازم في الشهر ده تكون لام المنهج كله، وتكون كمان مهيئ نفسك ومستعد للامتحان وعامل كذا بروفة مش بروفة واحدة بس. فالشهر ده هيمشي كنظام كالتالي. اعمل يا جدع لايك، قول لي، قول لي الله ينور، ما اشتمني. هو في ايه؟ ما كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه تبع. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نعمل حاجه في الشهر ده ان هو تكون انت مراجع المنهج داخل الشهر ده، مراجع المنهج كله، كل المواد متراجعه. ليه؟ لان انت هتمتحن على كل ماده. يعني انت مثلا هتيجي تدخل الشهر ده جايب الكتب كده كده، اصلا انت جايب الكتب مراجعه نهائيه معاك، اللي هو سواء اي كتاب بقى خارجي امتحان، اي كتاب تمام. في كل مادة على الأقل لازم يكون معاك كتابين أو كتاب مراجعة نهائي. الكتاب ده عبارة عن امتحانات أو محاكاة للامتحانات اللي أنت هتروح تمتحنها آخر السنة، اللي هو مثلا 50 سؤال في كل مادة، اللي هو البوكلت تمام. فأنت لازم تحل في كل مادة على الأقل كل يوم امتحانين. كل يوم امتحانين. هتقول يا عم أنا عندي امتحان، عندي دروس وهقدر مش هيبقى عندي وقت. فأنت هتقسم يعني يوم هتحل، أنت عندك 7 مواد، يوم هتحل فيه على 4 مواد، ويوم تاني هتحل فيه عن 3 مواد، بحيث توصل لمخلص الأسبوع كله أنت حالل على ما يقرب في كل مادة 6 امتحانات تقريبا كل أسبوع. أنت عندك 4 أسابيع، فأنت خلاص أنت هتكون بتفنش الكتب. وممكن لو أنت عندك وقت زيادة ممكن نزود بدل الامتحانين 3 امتحانات. ليه ده كله؟ اولا هدف منه، اول حاجه ان انت هتبقى خلاص كسرت الحاجز الخوف اللي بينك وبين الامتحان، لان انت ودي امتحان زي اللي هيقابلك بتاع اخر السنه، فما عادش خلاص، انت كسرت اتعودت. زي لعيب الكوره، هو بينزل اول مره على طول يلعب ولا لازم يسخن؟ فانت لازم تسخن مره واثنين وثلاثه وهكذا، بيعمل بروفه واحماء وهكذا. فانت لازم تعمل دي، هيفيدك ان انت خلاص بقى تكسر حاجز الخوف اللي بيضرب معظم طلاب الثانويه العامه. تاني حاجة هتبقى داخل انت خلاص المنهج هيبدأ يتربط من حل أسئلة، هيبدأ يربط لك المنهج كله ببعضه. المنهج كله هيكون بص دخل كده، لأن الامتحان مشكلته إن هو مش بيجيب لك، بيقول لك والله النقطة دي في الباب الأول، لا، هو فجأة بيجيب لك سؤال في الباب الأول، فجأة بيجيب لك سؤال في الباب الآخر، فبتخلي عملية البروسيسنج أو المعالجة بتاعت مخك للمعلومة بتبقى سريعة جدا وبعودك عليها. عشان كده تقدر تقلل الوقت. اهم حاجه بقى ميزه هتقدر تستفادها من العمل بروفات ده هو توفير الوقت. اللي انت تقدر تنزل بالوقت من 3 ساعات اللي هم الماكسيمم تايم اللي محطوط لك في الامتحان، الى ممكن تحل الامتحان لساعه ونص بالكفاءه. مش هتقدر توصل للحته دي الا لما تكون متبع النظام بتاع اللي انت بتحل كل يوم امتحانين. في نهايه الشهر ده باذن الله وقبل الامتحان هتكون انت وصلت لمعدل انت بتحل الامتحان في ساعه ونص، فانت عندك ساعه ونص تانيين انت تقدر يعني تراجع فيهم الامتحان وتشوف دنيتك عاملة ايه. فده أهم نقطة لازم تاخد بالك منها وانت داخل الشهر 5. ما عادش لفاض شهر واحد على الثانوية، تبقى انت لامم 10 5 أيام. انت لو خدت لو كل مادة يوم هتبقى داخل الشهر لامم المواد كلها بإذن الله. وهتبدأ بقى تحل نظام مكثف، وبإذن الله الطريقة دي يعني بص من أعظم الطرق اللي أنا بستخدمها لغاية ما زلت لغاية الآن في الكلية بستخدم الطريقة دي. فبالتوفيق ليكم. مش تنسى بقى تشترك في القناة وتظبط الدنيا كده، ومش تنسى برضه تتابعنا على التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى المنصات المختلفة اللي القناة نص فكرة موجود عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.